السلام عليكم. معكم مهندس سيد ابو اليزيد، هنكمل ان شاء الله حلقات الكوردينيشن بتاعتنا. عرفنا الفيديو اللي فات ازاي نعمل كوردينيشن وازاي نختار المناسيب بتاعتنا او نعرف المناسيب بتاعتنا. هناخد كده بسرعه. احنا عرفنا ان احنا عندنا اللوحه بتاعتنا اللي اسمها الاستراكشر فريمنج بتاعت الدور بتاعتنا، واللي بناخد منها ارتفاع الدور. قال لي ان ارتفاع الدور ده سالب 1.7 اس اس اللي هو السوليد سلاب ليفل، والسيكنس بتاع البلاطه كام؟ 26. طيب عايز اعرف ارتفاع الدور اللي فوقي عشان اعرف الدور بتاعي قد ايه. قال لك ان الدور اللي فوقك 62 والسيكنس بتاع السلابه كام؟ 300. فانا رحت كده لما كنا عملناه على الرسام قلنا ان انا عندي هنا ده كان سالب 71 وده 62 ودي كانت 300. فقلنا ان الفينش او الدور بتاعي الخلوص بتاعي كام؟ 4 متر. ورحت عند لوحه الار سي بي، قال لي مثلا ان الوقت هنا الدور مختلف او حته مختلفه. قال لي ان السيلينج هايت سي اتش اللي هي السيلينج هايت 3 متر. فانا رحت رسمت السيلينج بتاعي ده على 3 متر وعملنا السكشن وعرفنا ازاي نموديل فيه. عايزين نعرف النهارده ازاي بقى بنبدا كوردينيشن. يعني مثلا ده السكشن بتاعي، رسمت كده البلاطه بتاعتي. قلنا ارتفاع الدور الخلوص بتاعه 4 متر، وارتفاع السيلينج او الفولس سيلينج 3 متر. ليه؟ عشان ده جبناه من الار سي بي. وان السلابه بتاعت السكنس بتاعها كام؟ 30 زي الفل. طيب احنا واحنا داخلين سواء في الريفت او الكاد بنبدا كوردينيشن ازاي؟ اول حاجه بنشوف ايه الحاجات اللي ممكن تسبب لنا مشاكل. طب ايه هي الحاجه اللي ممكن تسبب لنا مشاكل؟ الا وهي الكمرات الساقطه. طب اعرف الكمرات الساقطه دي ازاي؟ قلنا من لوحه الاستراكشر. فانا هاجي هنا كده مثلا، دي لوحه الاستراكشر زي ما احنا شايفين. هاجي هنا كده عند اكس اللي هو ار، هلاقي ان في هنا كاميرا بيقول لي ان البيمه دي 400 في 1000. 400 اللي هو العرض بتاعها كده زي ما احنا شايفين، ده كده 400، و1000 اللي هو ايه؟ السقوط بتاعها. طبعا ده هيعمل لي مشكله كبيره، لان انا مثلا لو انا ماشي هنا في حته ثانيه مثلا ما فيش فيها بيمه، فانا مش شايف السقوط ده. فانا محتاج اعمل حسابي على البيمه دي. فانا هعمل ايه؟ انا وليكن هعرف البيمه دي مثلا عند الاكس اللي هو ايه؟ اكس ار. فانا هروح على لوحه الكومبوزيت بتاعي زي ما احنا شايفين كده. ده كده لوحه الكومبوزيت بتاعي اللي قلنا فيها كل حاجه الميكانيكا وحاجه الكهرباء. وده هنا كده ايه؟ اكس ار. ممكن اروح اخدها كوبي بيست زي ما انا مثلا عامل كده، واجي هنا كده واقول له ايه؟ الاستشاري يقول لي ده في هنا سقوط، يبقى في هنا ممكن يكون هنا مشكله، فعايزك تعمل لي سيكشن. فانا هاجي والله هنا اقول له هعمل سيكشن مثلا هنا، او الاستشاري يطلب ان انا هعمل سيكشن هنا كده. ماشي، سيكشن هنا كده. طيب انا دلوقتي قلنا ان في هنا سقوط في الكوريدور ده. الكاميرا ساقطه كام؟ 1000. طيب فانا عايز اعرف ازاي هرسم الكاميرا. والله ان الكاميرا تتحسب عندي من اول هنا كده. يعني أنا مثلا عندي هنا كده، دي كده الكاميرا بتاعتي. الكاميرا واخده من اول الفلوره بتاعتي دي، او من اول السقف بتاعي ده لحد تحت. ده كده ال1000 بتاعنا. فهنروح نرسمه ازاي في الكاد؟ بص معايا. انا عندي الكاميرا بتمسك من اول وش السلاب هنا وهتنزل 1000. فهاجي اعمل المربع بتاعي من هنا مثلا. احنا قلنا كام؟ في حاجه احنا عرفنا ازاي العرض بتاع الكوريدور ده. جينا قسنا هنا كده. ده كده الكوريدور بتاعنا. هتيجي تقيس يقول لك مثلا كام؟ هو 1750. فانا هاجي اعمل المربع بتاعي مثلا من هنا كده. دايمنشن 1750 في سقوط كام؟ السقوط بتاعنا كان 1000. ثواني. 1000. هعمل الكاميرا بتاعتي كام؟ 1750 اللي هو الكوريدور بتاعنا في كام؟ في 1000 اللي هو الهبوط بتاعنا. ده كده ايه؟ الكاميرا بتاعتي واديها مثلا هاتش علشان ايه؟ اميزها كده. هاتش سوليد وياخد مثلا لون ال 8 او لون 9، واعمله مثلا ترانسبيرنس. اعمله ترانسبيرنس كبير كده. ده كده ايه؟ دي كده
الكاميرا بتاعتي. فدي كده انا معايا المسافه دي بس اللي انا هعرف امشي فيها، اللي هي كام المسافه دي؟ اللي هي 300. فممكن المسافه دي ما تقضينيش وممكن تقضيني، وهنشوف مثلا لو ما قضتنيش هقدر اعمل ايه في الكاميرا. هنعمل حاجه اسمها بيلدر وورك. طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ ده كده رسمت السكشن بتاعي، ودي كده تعال نشوف دي كده ايه سقوط الكاميرا بتاعتي. طيب انا بقى عايز ايه اموديل الحاجه اللي عندي. انا عندي ايه؟ قال لك والله ده عندك هنا تريهات اهي. قال لك في اربع تريهات 150 في 150 100 في 100 100 في 100 100 في 100، وعندي تري باور برضه 300 في 100، وعندي هنا اس اي دي اللي هي سبلاي اير داكت 250 في 200، وعندي دي بعيد عني مش هسويها في السكشن بتاعي. ده انا السكشن بتاعي شايف دول بس كده، شايف دول. وعندي ده ايه ده اللي هو فريش اير داكت 300 في 250. فانا عايز اموديل الحاجات دي. قال لك تعالى موديل كده مع بعض. تعالى عندنا 150 في 100، وعندنا عندنا برضو 100 في 100 في 100. عندنا 3 من ال 100 في 100 ده، وعندنا واحد تاني كان هنخليه 100 في 100 برضه، يعني ايه خلينا كلنا مع بعض كده. ماشي ماشي. فانا كده اخد الترهات دي، عايز موديل اشوفها مثلا هي كانت ماشيه على هنا كام، واشوف هل في مشكله في السكشن ده ولا لا. فانا الترهات دي كانت ماشيه على ابعاد كام؟ طبعا في 3 باور 300 في 100، عايزين نرسمه برضه. 3 باور 300 في 100 على 300 في 100. ده كده تري الباور بتاعنا. طبعا مثلا ممكن نميز ده، نخليه وليكن ازرق عشان بس يبقى مميز على الترنقات التانية. فقال لك والله هنا كده المسافة بينهم كام؟ أول واحد وحيطة أو كام؟ 100 يعني 10 سنتي. فهنيجي الموديل أول واحد مثلا كان اللي هو 150 ده، عايزينه يبعد عن هنا كام؟ 10 سنتي. فأنا هعمل له موف من هنا كده، قول له ابعدهولي عن هنا 10 سنتي، والباقي هم زي ما احنا شايفين كده هم ماشيين فوق بعض 2 ب2. فانا هشوف هل المسافه دي هتقضي ولا مش هتقضي. والله انا هحرك ده فوق شويه. انا تحت الكاميرا دي اللي هي العرض بتاعها كان 400، مش مهم لو لزقت هنا مفيش فيها مشكله، بحيث انا بعد كده هطلع بعد الكاميرا واطلع تاني. وهاجي مثلا على تري من ده او ترنك، ده كلها ترنكات، هحطه تحت ده بحيث ان الحته دي ايه اقدر اموديل فيها. ونفس الكلام هنا. تعالى مثلا ناخد هما دول الاثنين دول هنا كده، هما كانوا فوق بعض. طيب بالنسبه بقى للتري اللي هو او الترانك او التري اللي هو بتاع الباور، انا محتاج اسيب على الاقل بينه وبين الترانكات دي كام؟ 30 سم. فانا عايز ابعده عن هنا 30 سم علشان المجالات المغناطيسيه ما تاثرش على الداتا والحاجات دي. فهقول له ابعته لي عن هنا 30 اللي هي 300 وحطه. ماشي. دي كده بقت كام؟ او تعالى نشوفها كده. دي كده 30 اهي. ماشي ماشي. طيب بعد كده عندنا ايه؟ المساحه دول بقى خلاص ما عندناش عايزينهم. بعد كده عندنا اللي هو ايه؟ احنا قلنا كان عند ار، عندنا اللي هو السبلاي اير داكت اللي هو 250 في 200. ال 250 دي ديبس ولا ويتس؟ هنيجي نشوف. تعالى نقيس مع بعض كده. قيس من هنا
هنلاقيها كام؟ 250. طب انت ليه يا باشمهندس ما قستش من بره؟ اللي بره ده عزل، العزل ده بيتحط بعد ما الضغط ده يركب، ممكن ناخده في الاعتبار برضه. ماشي، فاحنا الوقت اللي معانا 250 في 200، هنرسم 250 في 200 على مثلا نرسم واحد جديد 250 250 في 200. ده كده ال 250 في 200 ونحطه هنا. ماشي؟ ماشي. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا ده الضغط ده اللي هو ايه؟ الفريش الاف اي دي، ده اللي هو الفريش اير ضغط 300 في 250. 300 تساوي 300. ده كان كام؟ ده 250 فده 300 فده كان 250 فده هتكبر 50 بس يعني. كبر دي 50. ده كده يبقى كام؟ 300 في 250. تمام كده؟ تمام. طيب انا دلوقتي حطيت الحاجه بتاعتي زي الفل. هل في حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية. طيب لو تلاحظ معايا كده ان هو حط التري بتاع الباور فوق فوق الترنقات، هو عمل كده. فاحنا ممكن بقى نيجي في السكشن نحركه هنا شويه. بس احنا قلنا ان احنا محتاجين مثلا التري بتاع الباور ده. تعال نشوف من هنا كام. تعال نشوف نقيس هو كام من الجدار. 692. تعال نشوف هنا كده 692 دي هتجيبني فين في الكوريدور. ثواني. 692 ده خلي بالك اول التري 692 و300، يعني هو ممكن يجي هنا في مثلا جريلا او سبرينكلر يبقى تحت ميه او حاجه او هيعارض السبرينكلر، فانا مش عايز امشيه في النص. هعمل ايه؟ همشيه هنا كده فوق الترنقات. طب يا باشمهندس ده فوق الترنقات عندي هنا الكاميرا، والله هضطر اعمل بيلدر وورك، يا اما اعمل اطلع الترنقات او اطلع التري. فانا مثلا وليكن هطلع التري ده، هطلعه هنا كده، احطه هنا كده. ماشي. طيب دلوقتي انا مسموح لي افتح في اي حته في الكاميرا دي. ده بقى موضوعنا النهارده. تعالى معايا. قال لك عندك والله، تعالى نمسح كل ده الاول. عندك شويه حاجات كده عشان تقطع في الكاميرا الخرسانيه بتاعتك. قال لك ايه؟ قال لك لو انت عندك كاميرا كده، ثواني، عندك مثلا كاميرا على عمود، وليكن ده عمود وده عمود، ودي الكاميرا كده، وده العرض او الهبوط بتاع الكاميرا. قال لك الكاميرا دي بنقسمها ثلاث تلات، سواء فيرتيكال او هوريزونتال. يعني مثلا نقسم تلت كده، يبقى ده التلت الاولاني، التلت الثاني، التلت الثالث. ونفس الكلام هوريزونتال، اقسم كده ثلاث تلات. ده واحد كده، يبقى هنا واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثه. قال لك عشان تكون في الامان وانت بتفتح في الكاميرا دي، تفتح في التلت اللي في النص اللي هو ده. نفتح هنا كده. يعني لو عندي مثلا كاميرا 60 كده، 60 يعني تبقى 20 و20 و20، مثلا هنا 80 او 60 و60 و60، ده كده مجموعهم 180. فانا هفتح عند ال 120 وعند ال 20 او ال 40. ال 40 اللي هو مجموع دول فيرتيكال. طيب هل انا في كل الاحوال هقطع في نص الكاميرا كده؟ افرض مثلا الكوريدور من هنا لهنا. طيب قال لك على الاقل تبعد عن العمود عرض العمود الكبير. يعني مثلا لو العمود ده عرضه، مش الكاميرا ده مثلا واقفه على عمودين، قال لك لو العمود ده عرضه متر مثلا 20، فانت تبعد عن العمود ده متر 20 وتبدا تفتح. طيب لو اقل من كده هتحتاج تاخد الابروفد من مهندس الاستراكشر.
فتعالى معانا نشوف الكاميرا بتاعتنا كده. احنا كنا هنا الكاميرا بتاعتنا كان عرضها 1000. لما هنيجي مثلا نقسمها على الثلاثة، مثلا 1000 ثواني 1000 1000 على 3 هيساوي كام؟ 1000 على 3 هيساوي 333. فاحنا عايزين مثلا هنيجي بقى نقسمها 333. تعالى مثلا نجيب لون تاني. ده كده 333. ده كده أول تلت. تعالى وليكن نخليه أحمر. وبعدين هنقله، ناخده كوبي من هنا. يبقى ده كده اول تلت، وده تاني تلت، وده تالت تلت. الكاميرا احنا قلنا كان عرضها كام؟ تعال لما نيجي نشوف من هنا كده. هنا كده احنا دي الكاميرا، او اللي هو دي كده ايه الكاميرا بتاعتنا. الكاميرا دي ساندة على عمودين مثلا، او العمود ده، العمود ده عرضه كام؟ العمود ده عرضه 2 متر 40. فانا المفروض ابعد من هنا كده اقل حاجه عشان ابقى في السيف زون مثلا 2 متر 40. انا بعيد قد ايه؟ لا ده انا بعيد اكتر من 2 متر 40 خلاص. فانا هفتح فين؟ هفتح في التلت ده اللي هو بين ده وبين ده. هفتح في التلت ده. خلي بالك احنا قلنا ان احنا عندنا الكاميرا بتبدا من اول ايه؟ من اول السلاب بتاع الدور اللي فوقنا. فهي سقط 1000 وده كان معايا 30، فهي المفروض سقط هنا كام؟ 70. فانا المفروض افتح في التلت ده. فهاجي اقوم واخد التري بتاعي وافتح هنا في التلت ده. تمام كده؟ تمام. طيب بتتفتح ازاي الفتحه دي؟ طيب اقول لك. انا دلوقتي لو كان عندي فتحه دائريه مثلا، وليكن ماشي ماسوره فاير او غيره، هنفتح لها. مثلا انا عندي التري ده عرضه 300 في 100. فانا محتاج افتح على الاقل مثلا 2 بوصه، يعني مثلا يبقى ايه اكبر منه على طول. يبقى مثلا بدل هو 300 هفتح مثلا كام؟ 350. هفتح مثلا 350 في 150. اقوم جاي هنا مثلا 350. تعالى هنا كده 350 في 150. هفتح له فتحه اكبر منه كده. يبقى دي الاوبننج بتاعي. دي الاوبننج اللي انا هفتحه لايه؟ التري بتاعي. ثواني كده. طيب ليه؟ انا مثلا هفتح يعني مثلا ده التري هفتح اكبر منه 2 بوصه. بوصه هنا وبوصه هنا. البوصه اللي هي 2.5 سم. فانا فتحت ايه؟ اكبر من هنا. يعني بص على الانس هنا كده. انت تظبطها بقى. دي كمثلا ايه 2 ونص، وده نفس الكلام 2 ونص وهنا 2 ونص. فتحت اكبر منها عشان التري ده لما يجي يخش هنا كده في البتاع، مش في الكاميرا الساطع دي، مش هيخش على قده بالظبط. اكيد هيحتاج ايه حته اكبر منها. طيب واللي هيجي يفتح ده هيجي مثلا واحد نحات يفتح، او احنا هنعملها بيلدر وورك بحيث ان احنا نوضح للراجل اللي هنا ان هنا بيلدر وورك، وهنعرف ازاي نعمله. طب لو انا عندي مثلا حاجه دائريه وليكن ماسوره فاير 25، هنفتح الاكبر منها بالظبط. او ماسوره شيلد 25 هنفتح لها مثلا كام؟ هنفتح لها 50. هنيجي هنا مثلا كده سنتر ودايمتر هنفتح لها 50. وافتح هنا كام؟ 50. طب بيفتح لها هنا بايه؟ بص اول حاجه يا اما هتعمل بيلدر وورك، يا اما تعمل لو الكاميرا موجوده مثلا وانت نسيت تفتح هنا هتعمل كور. طب تعال نشوف كده ايه هو البيلدر وورك ده. البيلدر وورك زي ما انت شايف هنا كده. ده كده مثلا قاعده بتاعه مكان كده. فانا هفتح لها كده السليفه بتاعتنا. مثلا ده سليفه 4 بوصه مثلا، ماشي هنا ماسوره 3 بوصه، فانا فتحت لها 4 بوصه وهكذا. طب انا اصلا لو عندي الكاميرا دي موجوده وانا ما كنتش فتحت، هعمل ايه؟ هفتح لها سليف بمكنه اسمها مكنه الكور. فلو محدش شاف مكنه الكور تعالوا نشوفها مع بعض. دي كده زي ما احنا شايفين هي مكنه الكور، وبتفتح قد السليفه اللي انت عايزها بالظبط. زي ممكن تفتح مثلا في السلابه بتاعتنا، او تفتح في الكاميرا زي ما احنا شفنا هناك. انا كده بفتح على قد الماسوره بالظبط. بس كده. طيب. طيب احنا كده فتحنا في الماسوره بتاعتنا،
او التري بتاعنا. طيب بعد كده بقى هناخد الحاجه دي او الفتحه دي. احنا فتحنا لها مثلا، كان عندنا ماسوره اقل من هنا 25 وفتحنا لها البيلدر ورك ده. ماشي. طيب انا دلوقتي عندي التري ده، عايز اعمل رسمه البيلدر ورك، هعمل ايه؟ ده انا فتحتها كام؟ قلنا فتحناها 400 او 350. تعال نقيس كده، ده كان 300، كان 350. فانا هروح على لوحه الاستراكشر بتاعي. انا فتحت والله في الكاميرا دي فتحه ب 350. يعني مثلا انا لما اجي اشوف هنا كده، ده الكاميرا بتاعتي مثلا، ده التري اللي هو 350. فانا فاتح فتحه كده اللي هي مستطيله قد المربع ده 350. المربع ده اللي هو كام؟ كان 400 وانا هفتح 350 بتوعي. فاروح عند لوحه الاستراكشر هنا كده واقول له افتح لي كام؟ 400 في 350. ده كده الفتحه بتاعتي، خدها حطها على المكان بتاعك بالظبط. طيب الفتحه دي يا باشمهندس منين؟ يعني منين في الكاميرا دي؟ هل انا هفتح في اي مكان؟ مش انا كنت فاتح في الكودر بالظبط صح؟ طب انا هعمل ايه؟ هاجي عند الكومبوزيت بتاعي وهقيس منين؟ هاجي مثلا اقيس التري ده التري اللي انا كنت عامل له، اقيسه من العمود بتاعي. طلع كام معايا؟ 4752 ونص. فانا هعمل ايه؟ 4000 كام؟ 5752. فهاجي هنا كده 5000، هموفها من العمود كام؟ فروم، من هنا كده 5752 ونص. يبقى هنا كده ايه؟ هنا كده هي دي الفتحه بتاعتي. الفتحه بتاعتي كانت كام؟ انا فتحتها كام؟ 350. كان 350، يبقى احنا كده صح تمام. طيب انا محتاج ايه على محتاج ايه على الفتحه دي؟ محتاج احط لها ليفل، ومحتاج احط لها ابعاد، ومحتاج اقول له دي بتاعه ايه. فانا هاجي اروح على السكشن بتاعي، ده السكشن بتاعي كده، واقول له هنا كده هات الفتحه بتاعتك. بس احنا هنقيس منين؟ من السلاب. ممكن الناس تقيس مثلا من الفلور، او تقول له مثلا ده فروم فينش فلور ليفل، او تعال مثلا نقيس من الفينش فلور بتاعنا. احنا قلنا الفينش فلور بتاعنا كان كام؟ كان 10. فانا 10 اللي هي 100 100 مللي. فانا هموف ده من هنا كده، هموفه من هنا 10. ماشي. وهقيس منه بقى البوتوم بتاعها على كام؟ البوتوم بتاع الاوبننج اقوم جاي مثلا جايب اي، زي ما قلنا المره اللي فاتت، هنجيب تاجه ونشاور فوق معانا. فهيبقى هنا كده مثلا هشاور على التري بتاعي، بس انا محتاج اعرف الاوبننج بتاعي. الاوبننج بتاعي ده كام؟ الاوبننج بتاعي ده 400 او 350. 350 في 150 وول اوبننج فور سيتي، اللي هو ايه؟ الكيبل تري. ات مثلا ات كام؟ احنا قلنا 3000. ات او هقول مثلا بوتوم فور سيتي، هقول له بقى ايه؟ بوتوم بي او بوتوم اوف تري، او بوتوم اوف اوبننج، بوتوم اوف اوبننج، او سنتر اوف اوبننج، اي حاجه حسب انت بقى هتجيبها ايه. كام؟ 3000، 3672، هتبقى مثلا 3673. واخد دي مثلا واوديها فين؟ في لوحه الاستراكشر بتاعي، واشاور. فيبقى دي كده اهي،
يبقى ده كده ايه لوحه البيلدر ورك بتاعتنا. اي فتحه هفتحها في الكاميرا وافتحها في اي حاجه خرسانيه هضطر اروح اعمل لها ايه بيلدر ورك عشان الراجل يبقى مجهز لها. فيبقى مثلا دي 350 في 150 والاوبننج بتاعه الكهرباء سيتي بوتوم اوف اوبننج كام 3673. او ممكن تجيب انت مثلا السنتر بتاعها وتشتغل عليه. هو برضو الراجل هيبقى يفهم كل الحاجات دي. ممكن تقول له بقى انت واخد البعد ده منين؟ تقول له مثلا فروم فينش فلور ليفل او فروم سوليد سلاب ليفل اللي هي اللي تحت، حسب بقى انت واخده منين وتحطه. طب بالنسبه مثلا للماسوره بتاعتنا نفس الكلام. انا هاجي هشوف الماسوره بتاعتي على ارتفاع كام او الفتحه اللي انا فتحتها كام 3709 وهشوف الماسوره على بعد كام من الجدار وهروح احطها هناك. نفس الكلام برضه هروح احطها فين في لوحه البيلدر وورك ودي هتبقى لوحه البيلدر وورك بتاعتي. مثلا وعايز مثلا تحط هنا برضه البعد بتاعك ده حطه ماشي. ونفس الكلام في كل الكاميرات دي هتدرس كل سيكشن عند كل كاميرا من دي وهتشوف مثلا هنا برضو عندي كاميرا مثلا ساقطه ده كاميرا عرضها 400 والسقوط بتاعها 800. هاجي ادرس الكاميرا دي هنا وهدرس هنا وهدرس هنا علشان اشوف هل في عندي مشكله ولا ما عنديش. طيب انا اهم حاجه عندي واللي انا بعملها مثلا بعمل السيكشن علشان اضمن ان انا هعرف اعلق. طبعا انا هعرف اعلق مش شرط اعلق في الكاميرا اعلق قبلها وبعدها بسيطه. طيب انا محتاج على الاقل مسافه بين الترهين دول كام مسافه كام مسافه 5 سم. ليه يا باشمهندس؟ مش انا بعلق مثلا سيت شانل دي مثلا كام دي مسافه 6 ماشي بالظبط. فانا مثلا محتاج بينهم سيت شانل بيبقى ارتفاعه وليكن ورست كيس مثلا 5 سم. فانا عامله مثلا بعرض وليكن 500 1000 في 50. ده كده السيت شانل بتاعي. ده كده ايه السي شانل بتاعي. بالعافيه بالعافيه هعلقه يعني بالعافيه ايه هحط هنا كده واجي بقى اعلق. احنا قلنا هنعلق قبلها وبعدها بس احنا واقفين عند الكاميرا هنعلق هنا ونفس ده طبعا بيبقى نازل مثلا هنا كده شويه وهاجي احطه هنا كمان. هاجي بقى عندي هنا كده هلاقي ايه هلاقي ان السيت شانل عدى الفولس سيلينج ليفل. هروح المعماري هقول له ينفع تنزل لي البتاع ده السيلينج ده كمان مثلا 20 سم او 10 سم. هقول لك لا والله ده انا اخري 3 متر مش هقدر انزل اكتر من كده. فانت هتعمل ايه؟ هتقوم جايب الترهات او الترنقات دي هنا كده جنب اصحابها. هتجيبهم هنا كده وتبدا تعلق كده وتبدا تعلق وتعلق ده وده وده وكده. طيب دي كده الكاميرا الخرسانيه بتاعتي وعلقتها. هاجي نفس الكلام على هنا كده وعلقها. طبعا انا كده مثلا وليكن خبط في الماسوره فهرفرف دي ادي الناحيه الثانيه وعلقها. طبعا احنا بنعمل السكشن برضه عشان الاستشاري يضمن ان احنا هنعرف نعلق. لان مثلا زي ما انتم شايفين بيبقى عندنا مثلا حاجات كتيره جدا في السقف فممكن حاجه تعيق حاجه فهو لازم يكون ضامن ان هو ازاي هيعرف يعلق. طيب انا فوق برضو بدل ما اجيب سيت شانل ثانيه للتري ده فانا هعلقه على نفس السيت شانل دي. نفس الكلام للضغطات بتاعتنا. هاجي بقى بعد ما خلصت ده كنت عامله عشان نشوف التلت بتاع الكاميرا بتاعتنا اللي فتحنا فيه. طيب انا دلوقتي خلصت عملت مثلا السكشن بتاعي. هاجي هنا مثلا ابين ان ده. هاجي هنا مثلا عشان بقى مثلا نقفل السكشن بتاعنا بطريقه حلوه نقول له مثلا ان ده الايه ده اللي هو الفولس سيلينج ليفل. فولس سيلينج ليفل ماشي هنا كده. وهنا قول له ان ده السوليد ده اس اس ليفل اللي هو السوليد سلاب ليفل وبيساوي كام بيساوي 62 ماشي. وكان عندي هنا برضه السوليد سلاب ليفل بتاعي كان بيساوي كام كان بيساوي سالب 71. جبنا الارتفاع بتاعنا وعملنا الارتفاعات بتاعتنا كده. هروح بقى ايه اتيج كل الترهات دي. انا مثلا عندي التري ده او الترنك ده كام من الارض. هقول له والله ده تعالى هنا
ده كام؟ ده كان تري 300 في 100 او ده كان 150 في 100. 150 في 100 ده كان كيبل ترانك. وات كام اللي هو الرقم ده 30 97 ونص from finish floor level. واروح مثلا ده سبلاي اير داكت وده فريش اير داكت وهتيجهم هما الاثنين واتيج كل الحاجات دي واحطها معايا ويبقى انا كده ايه خلصت السكشن بتاعي. يبقى كده نراجع مراجعه سريعه. محتاجين نعرف ايه علشان نبدا في الكوردينيشن بتاعي. محتاج اعرف ايه العقبات اللي هتقابلني في الكوردينيشن بتاعي الا وهي الكاميرات الساقطه لو في كاميرات ساقطه وبالذات في الكوردور زي ما انت شايف كده بتلاقي الكوردور مليان شغل ام اي بي كتير جدا. فالاستشاري مثلا يبقى محتاج يضمن ان هو مش هيحصل اي تعارض هنا. فبيقول لك هيقول لك ايه والله اعمل لي سيكشن زي ما انت شايف كده السكاشن دي وكيفيه التعليق وعايزين برضه نعرف اشتراطات في التعليق والحاجات دي. وان شاء الله نكمل الفيديو الجاي. و تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وفي السودان ربنا ينصر المسلمين في كل مكان يا رب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ان شاء الله الفيديو ده معمول بنيه الصدقه الجاريه لي ولابي ولجميع المسلمين يا رب اللهم تقبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.